الاستثمار أعلنت عن فرصة كبيرة وجديدة للمستثمرين عشان يشاركوا في تطوير منظومة الصحة في مصر. يعني مش بس. مساء الفل عليكم. دلوقتي ما بقاش كفاية انك تكون شاطر، التحدي الحقيقي انك تفضل واقف وتثبت نفسك وسط الزحمة. وفي مجتمعنا مليان ناس بتحاول تسيب بصمتها. احنا هنا في براند مصري قررنا نكون البصمة اللي بتفتح ايديها لكل صوت حقيقي، لكل شغل اتعمل بايدين تعبت، ولكل فكرة اتحولت لواقع. برنامجنا مش بس بيحكي عن البراندات، لا، احنا بنقدم الناس اللي بقوا نفسهم البراندات. هنا بنستقبل كل شخصية قدرت تخلق مكانها، من أول الصنايعي الشاطر في ورشته لحد رائد الأعمال اللي قلب الموازين، من الفنان اللي بيعبر للعالم اللي بيطور، للفلاح اللي بيزرع بإيده. كل مجال، كل تخصص، كل شغف اتحول لقصة نجاح. احنا هنا علشان نحكي القصة ونسمعها للناس كلها. ودلوقتي نبدأ معاكم بخبر مهم يخص كل بيت مصر وكل مواطن مهتم ببلده وبيطور فيها، وهو ان الدولة فتحت باب جديد للاستثمار، بس المرة دي في الصحة، بان هيئة الاستثمار اعلنت عن فرصة كبيرة وجديدة للمستثمرين عشان يشاركوا في تطوير منظومة الصحة في مصر. يعني مش بس المستشفيات والخدمات والعلاج التقليدية، لا، احنا بنتكلم عن مراكز متخصصة وتقنيات جديدة وحديثة في التشخيص والعلاج، والمستشفيات بتشتغل بأحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا. الخطة دي هتمتد ل10 سنين، والدولة بتشجع فيها الشراكة مع القطاع الخاص، وده معناه ان في مستثمرين ممكن يدخلوا يشتغلوا ويطوروا ويبقوا جزء من التغيير الحقيقي في الرعاية الصحية عندنا. والمكسب هنا مش بس مادي، لا، ده كمان انقاذ لأرواح ورفع المستوى والخدمات وخلق فرصة شغل جديدة